في قلب العاصمة الفرنسية باريس يقف مسجد باريس الكبير كأحد أبرز المعالم الدينية والثقافية في أوروبا، ليس فقط لأنه مكان للعبادة، بل لأنه يحمل في تفاصيله قصة طويلة عن الحرف والهجرة الفنية والتاريخ الذي جمع بين ضفتين مختلفتين من العالم. تبدأ هذه القصة من مدينة عريقة في المغرب، هي فاس، المدينة التي عرفت منذ قرون بأنها مركز مهم للحرف التقليدية الدقيقة، حيث يتوارث الحرفيون مهاراتهم جيلا بعد جيل في مجالات مثل الزليج والنقوش الجبسية وصناعة الخشب المزخرف. في فاس لا تعتبر الحرفة مجرد عمل، بل هي أسلوب حياة قائم على الصبر والدقة والتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق الكبير. في النهاية، عندما بدأ مشروع بناء مسجد باريس الكبير في عشرينيات القرن الماضي، كان الهدف إنشاء مسجد في قلب أوروبا يعكس حضور المسلمين هناك. لكن تنفيذ هذا المشروع لم يكن سهلا من الناحية الفنية، خصوصا فيما يتعلق بالزخرفة الداخلية التي تتطلب خبرة عالية ودقة كبيرة في التنفيذ. هنا ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بحرفيين ذوي خبرة في هذا المجال، وكان من الطبيعي التوجه إلى مناطق معروفة بهذه المهارات، وفي مقدمتها مدينة فاس. تم استخدام عدد من الحرفيين المغاربة إلى باريس للمشاركة في أشغال الزخرفة داخل المسجد. لم يكن عملهم بسيطا أو شكليا، بل كان جوهريا في إبراز جماليات البناء من الداخل. اشتغل هؤلاء الحرفيون على تركيب الزليج اليدوي، حيث تقطع كل قطعة صغيرة بعناية ثم تجمع لتشكيل أنماط هندسية معقدة تحتاج إلى دقة عالية وصبر طويل. كما ساهموا في تنفيذ النقوش الجبسية التي تزين الجدران والأسقف، إضافة إلى بعض الأعمال الخشبية التي أضافت طابعا فنيا واضحا على الفضاء الداخلي للمسجد. داخل ورش العمل في باريس كان الحرفيون يعملون بنفس الأسلوب الذي اعتادوا عليه في فاس، لكن في سياق مختلف تماما. كانت المواد تجهز بعناية والقطع تركب واحدة تلو الأخرى حتى تتشكل في النهاية لوحات فنية متكاملة على الجدران. هذا العمل لم يكن مجرد تنفيذ تقني، بل كان ترجمة مباشرة لخبرة طويلة تراكمت في بيئة مغربية تقليدية. مع مرور الوقت أصبحت هذه الزخارف جزءا أساسيا من هوية المسجد الداخلية، وأحد العناصر التي تميز مسجد باريس الكبير عن غيره من المباني الدينية في أوروبا. فكل من يدخل إلى المكان يلاحظ دقة التفاصيل وتناسق الألوان وتنوع الأشكال الهندسية التي تعكس مستوى عال من الحرفية. ما يميز هذه القصة ليس فقط الجانب الفني، بل فكرة انتقال المعرفة من مكان إلى آخر، وكيف يمكن للحرفة أن تعبر الحدود دون أن تفقد روحها. فالحرفي القادم من فاس لم يكن مجرد عامل في مشروع بناء، بل كان حاملا لخبرة متجذرة في التاريخ نقلها إلى فضاء جديد في قلب باريس، حيث بقيت شاهدة على ذلك الجهد إلى اليوم. وهكذا يبقى مسجد باريس الكبير رمزا ليس فقط للتنوع الديني والثقافي، بل أيضا لرحلة الحرف المغربي من مدينة فاس إلى واحدة من أهم العواصم الأوروبية، حيث امتزجت الخبرة بالعمل وصنعت تفاصيل ما زالت تروي قصة لا تنسى.